ازيكم، شو اخباركم، شو احوالكم، شو تسووا؟ بديك البنية. خلاص كملوا الفيديو. تعرفوا ان انا اكتشفت ان انا مصابة بمرض نفسي انا و53% من العالم كله، يعني اكتر من نصنا عنده نفس المرض دوت. مرض اسمه اللامفرودية. يا جماعة اللي بيتفرج على الفيديو، عملت لايك واشتراك للقناة ولا لا؟ انزل اعمل لايك واشتراك للقناة، خلي القناة تشتغل، يلا والنبي طلع على في الكومنتات حاجات جو اليوتيوب ده عشان نشغل القناة. ايه هي بقى اللامفرودية؟ عدم القدرة على التعبير المشاعر. تبقى جواك مشاعر معينة بتطلع عكسها، تبقى متضايق وزعلان تتعصب، مخنوق ومتعصب ومش طايق نفسك، تلاقي نفسك بتتبارد مش عارف ليه. مثال كده صغنن، الماما لما بتيجي تغلط، الماما بتيجي تغلط، الماما اللي بتيجي تغلط، الاطفال لما بيجي يغلطوا ماما بتقوم تضربهم. يعني لو طفل مثلا ماسك جردل كلو او جاز او بنزين دلقه على نفسه هيتصاب، فالام تقوم جاريه عليه تضربه. هل ده هي عشان هي بتكرهه؟ لا والله لا، هي عشان خوفها وحبها الزياده ادى الشعور دوت او ادى الفعل دوت. الشعور بيبقى جوه الناس في المرض دوت عكس تصرفهم. لو جواك حلو تصرف دايما بيطلع صعب. اكتشفت كمان ان المرض دوت مش وراثي، مش يعني المرض دوت بيجي بسبب حاجات، يعني بسبب مواقف بنمر بيها، ضغوط نفسيه، ضغوط اجتماعيه، مشاكل، توحد ووحده، اكتئاب مزمن. كل الناس اللي مصابه بالحاجات دي بتبقى صعب قوي ان هي تعبر عن مشاعرها. دي اللامفروديه. اعمل لايك يا جماعه اللي بيتفرج على الفيديو، عملت لايك واشتراك للقناه ولا لا؟ انزل اعمل لايك واشتراك للقناه، خلي القناه تشتغل، يلا والنبي طلع على في الكومنتات. عارفين يا جماعه احنا حوالي 7 مليار في العالم؟ عارفين في كام عدد مرضى نفسيين المتسجلين علميا اللي الدولة اكتشفتهم ان هم مرضى نفسيين؟ 1,200,000. طب انت عارف بقى كام واحد لسه مش اكتشفناه؟ في عيل صغير بيبقى عنده 5 سنين بيبقى عنده مشاكل نفسية وبرضه مريض نفسي بس لسه ما نعرفوش. احنا مع كل 10 افراد في منهم 6 ممكن نعمل كده اسئله 6 مصابين نفسيا. لازم اعمل كده 6 مصابين نفسيا، يعني 4 بس عاقلين من كل 10. والمريض النفسي مش مجنون، المريض النفسي مر بوحدة، مر باكتئاب، مر بضغط، مر بعنف أسري، مر بتربية غلط، مر بعدم اجتماعية صح. المرض النفسي زي الصداع، زي المعدة، زي وجع الظهر، زي وجع السنين، زي النظر، زي أي مرض ليه كليته، ليه مستشفياته، ليه علاجه. الدكتور النفسي بلاش حد يروح لدكاتره نفسيين، الدكاتره النفسيين بيدمروا الجهاز العصبي من الادويه، بيلموا فلوس كتير طبعا من الجلسات. اعرف مرضك ايه من نفسك وحاول تحله. شوف ايه هي المشكله اللي انت دايما بتواجهها، ايه نفس الاخطاء او نفس الخناقه اللي انت بتتخانقها كل مره، ايه هي سببها. انا كل مره بتخانق نفس الخناقه بنفس الكلام نفس الاسلوب، ما انا كده في مشكله نفسيه جوايا وعرفتها الحمد لله. قلت لكم انا كنت مصاب باللامفروديه الفيديو اللي فات، ارجع شوف. المريض النفسي